أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة. معكم محمد خفاجي من قناة أسرار التاريخ. لقد تحدثنا لكم في الحلقة 57 عن الملك نيوسرع، وحلقتنا اليوم عن الملك منكاو حوركايو. هذا الملك هو سابع ملوك الأسرة الخامسة، واسمه الملكي منكاو حور، يعني خالدة هي أرواح حورس. الملك منكاو حوركايو هو خلفا للملك نيوسرع، وقد تبعه الملك جد كارع. ومن المعروف أن الملك منكاو حوركايو قد أمر ببناء نصبين كبيرين في عهده: معبد الشمس لتكريم رع، وهرم لدفنه، والمعروف باسم الهرم مقطوع الرأس. وقد أمر الملك منكاو حوركايو ببناء الهرم في سقارة، ويبلغ طول الهرم تقريبا 52 مترا، وعمليا لم يبقى شيء من البنية الفوقية للهرم، ومن هنا جاء اسمه الهرم مقطوع الرأس. وعلى الجانب الشمالي للهرم يقع مدخل نظام الغرف تحت الأرض، والذي تم إغلاقه بواسطة قطعتين من الجرانيت، وتم العثور على غطاء تابوت مكسور في حجرة الدفن. فقد قال كارول ريتشارد ليسبوس الذي زار مصر في عام 1843: أول وصف موجز، وصنف هذا الوصف باسم XXIX 29 في قائمة الأهرامات بمصر. ودخل غاستون ماسبيرو الغرف تحت الأرض في عام 1881، وتم إجراء أول تنقيب بواسطة سيسيل، ثم غطيت الأنقاض مرة أخرى بالرمال لعدم كفاية الأدلة. وفي عام 1994 اقترح جارومير مالك أن يكون الهرم مقطوع الرأس هو هرم مريكارع، ملك من الأسرة العاشرة، حيث أن الهرم كان في مكان ما شمال سقارة بالقرب من هرم تيتي. وهنا اعتقد معظم العلماء على أن صاحب الهرم هو الملك منكاو حوركايو، لأن الكهنة المعنيين للعبادة الجنائزية لهذا الملك دفنوا إلى حد كبير في شمال سقارة. وأكد التنقيب المنهجي للبنية التحتية في عام 2008 تحت رعاية وزير الآثار زاهي حواس أن الملكية للأسرة الخامسة على أساس الهيكل والمواد التي كانت نموذجية لتلك الحقبة. وعلى الرغم من عدم وجود نقوش باسم الملك، نسب حواس هذا الهرم إلى منكاو حوركايو، لأنه الملك الوحيد من الأسرة الخامسة الذي لم يتم التعرف على هرم له. وها هو ختم
يصور الملك منكاو حور رع. هذا الختم موجود الآن بمتحف اللوفر. وها هو نقش للملك من الحاشية موجود في وادي المغارة. وبالبحث والتنقيب تم العثور على مقبرة الملكة ميرس عنخ الرابعة، وهي زوجة الملك، وهي ملكة غير حاكمة. وهناك بعض المصادر أنها قد تزوجت ملكين، الملك منكاو حوركايو والملك الذي تبعه الملك جد كارع. وكانت الملكة تحمل بعض الألقاب الملكية، منها زوجة الملك، وعظيمة السناء، وعظيمة صولجان حتس، ورفيقة حور، وغيرها من الألقاب الملكية. ودفنت الملكة في المقبرة رقم 82 في سقارة. وأن مقبرتها تتكون من غرفة واحدة، ولا يوجد بها أي نقوش على الجدران. أما بالنسبة للألقاب التي سردناها عليكم فهي تأتي من لوحة وجدت في سرداب بالمقبرة، والصورة التي أمامنا هي اللوحة التي تم العثور عليها. سرقت جميع محتويات الملك في هذا الهرم، حتى مومياء الملك لم يتركوها في سلام. وإلى هنا نكون قد انتهينا من حلقة اليوم، وإلى أن نلقاكم في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.